إنما كما أكرمنا بالوصول إلى رمضان في هذا العام، أسأله أن يقبلنا وأن يجمعنا بين اللطف ويجمعنا بين العافيتين، وأن يكرمنا وإياكم إن شاء الله بالموت على خاتمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعمر الباطن كما عمر الظاهر إن شاء الله بالذكر والتقوى والبلوغ إلى على منازل آبائنا وشيوخنا ورجالنا، وأن يكرمنا بما أكرم به العارفين، وأن أعطاهم من الوصول إلى درجات الصوم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يشهدنا ليالي في هذه الليالي إن شاء الله كنوز هذا الشهر المبارك وخيرات هذا الشهر المبارك ورعايات هذا الشهر المبارك، لا يحرمنا مما يتنزل فيه على أهله، يكتبنا معهم ويدخلنا دائرتهم ولا يخرجنا منها، ويرضى عن والدينا ويرضيهم عنا ويبلغهم من أخبارنا ما يسرهم، ويمتعنا بعلمائنا وشيوخنا ورجالنا في بضعة صالحة إن شاء الله نتبع بهم ويتبعون بالمجالس في خير وعلى خير حسي ومعنوي، وأسأل أن يغفر لوالدينا ويكرمهم ويبلغهم من أخبارنا ما يسرهم ولا يحملهم من أوزارنا ما ينوم، يرفع عنا الحمل الثقيل بلا تعب ولا عناء، ويرفع عنا السيئات ويعاملنا بالحسنات ويلطف لنا في جميع الحالات يا الله. اللهم الطف بنا في جميع الحالات وبلغنا ما بلغته القادات، خصوصا شيوخنا ورجالنا الذين عرفناهم أو قرأنا عنهم أو سمعنا عنهم. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، واقبل على مقبلنا بما أمل وعلى مدبرنا بواسع الفضل، فإن لك الفضل العظيم في كل وقت وفي كل ساعة وفي كل لحظة، كم تمد وكم تعطي وكم تحبو وكم تقرب وكم تدري. أقربنا في هذه الليلة بالقرب منك والقرب من رسولك وقبول الصيام والقيام وإعادة وظهور مخبات رمضان، أشهدنا إياها واجعلنا من أهلها ورجالها ظاهرا وباطنا، واقسم في ثواب هذه الجلسة إن شاء الله لآبائنا في برازخهم ولأهل لا إله إلا الله أجمعين في دورهم وقبورهم وقصورهم، وارحم الجميع برحمة من عندك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اكتب لنا ثواب كامل وعدنا على ما تريده، وبارك اللهم في أولادنا وفي أهلنا وفي أعمارنا وفي أزماننا وفي أوقاتنا، واجعلها كلها لك وفيك وعندك مرضية إن شاء الله مقبولة قبول حسن ظاهر في خير وعلى خير وإلى حضرة النبي.